شفتوا الخبر بتاع نقيب الفلاحين ان لقى الطماطم هتغلى الفتره اللي جايه؟ الحقوا بقى بسرعه خزنوها عشان قال ان الطماطم مش هنتلاقاها وهتوصل كمان الكيلو ل 40 جنيه. تعالوا بقى بينا نشوف الطريقه بتاعه تخزين الطماطم ونقول بسم الله وعلى بركه الله ونبدا. يلا عايزاكم كده برضو تكتبوا لي في الكومنتات طريقتكم المفضله ايه في تخزين الطماطم. اول حاجه طبعا عملتها جبت الطماطم ونضفتها كويس وغسلتها حلو قوي قوي، وبعد كده بدات ان انا اقطعها واحطها كده في الحله. الطماطم بنقيها لازم تكون حمراء وما تكونش ماسكه نفسها، يعني تكون طريه سيكه صغيره، تمام. انما اللي بتبقى جامده دي انا الصراحه ما بحبهاش في التخزين. هي برضو بتبقى حلوه بس بتبقى بقى حلوه للسلطه للحاجات الحلوه التانية دي. الطماطم اللي بتبقى جامده انا بحبها، بس بحبها بقى تكون في السلطه، في المش، في الجبنه وطماطم، في الحاجات دي. انما طماطم التخزين بحبها تكون حمراء وطريه شويه صغيره، مش اللي هي المفعصه. الطماطم برضو بحب انقيها كده بالواحده بايديا علشان خاطر ما بحبش اللي فيها سوس، يعني لازم ناخد بالنا من الحاجات دي لان السوس بيبقى صغير قوي مبقاش باين. ببدا هنا اللي انا احطها في الحله كلها الكميه كلها، تمام. ولو عايزين تحطوا بنجرايه صغيره حطوا بنجرايه، بس انا الصراحه ما كانش عندي بنجر قلت اسبكها دلوقتي مش مشكله. حطيت الكميه كلها بحطها في الحله من غير ولا نقطه ميه، بحطها على النار، على نار هاديه خالص، ما بكونش معليه النار عليها لاني مش حاطه ميه علشان ما تتحرقش وتلطع من تحت. ما تستغربوش انكم ما تحطوش ميه، الطماطم اصلا بتنزل كميه الميه بتاعتها. هي هنا بصوا بصوا بوريكم الميه ازاي بدات تسخن. اهم حاجه النار تكون هاديه خالص. بحط عليها رشه من السكر صغيره، تمام. بسيبها بقى براحتها. اول ما تطلع الميه بتاعتها دي ببدا اللي انا اعلي عليها النار اخليها وسط. انا ليه بقى بقطع الطماطم في الحله كده؟ عشان هنضربها بالهاند بلندر. لو عندكم هاند بلندر، لو ما عندكوش هاند بلندر بتضربوها برده في الخلاط، الدنيا بتبقى سهله. انا بعملها بالطريقه دي. بصوا هي غلت اهو خلاص، تمام. هفضل برضو اللي انا اقلب فيها وايدي فيها واقلب من تحت لفوق كويس جدا علشان خاطر ما تحرقش من تحت. طرق تخزين الطماطم كتيره جدا، بس دي الطريقه اللي انا معتمداها بقالي فتره كبيره ومريحاني. هنا خلاص هطفي عليها النار لما وصلت للمرحله دي، وهبدا هسيبها انها تبرد طبعا اهم حاجه، وهحطها في الخلاط وهضربها. ببدا بقى اللي انا اصفيها. طبعا لو عندك هاند بلندر بتبقى الدنيا سهله وبتضربيها وهي في الحله على طول. انا ليه بصفي الطماطم؟ علشان خاطر الناس اللي عندها قولون كده زي حالاتي بيبقى قولونهم تعبان. انا كنت الاول بشيل القشره اللي بره الخارجيه للطماطم وبضربها في الخلاط وبسيبها بقى ما بصفيهاش، انما البذر دون بيتعب القولون فبلاش منه، تمام. انما الناس اللي قولونها سليم عادي ممكن تعملها من غير ما بتصفيها، بس اهم حاجه تشيل القشره الخارجيه بتاعه الطماطمايه. ببدا بقى هنا اللي انا طبعا بعد ما سبتها تبرد وضربتها وصفيتها كويس جدا، ببدا بقى اللي انا هنا اعبيها في اكياس. في ناس برضو بتعمل مرحله تانية وهي انها بتحطها على النار بعد المرحله دي، بس انا بحبها تكون كده بالتقل دون علشان خاطر انا بستخدمها بقى في الطبيخ وبستخدمها في كل حاجه، بتبقى حلوه جدا وبتسهل عليا الدنيا قوي قوي. الواحد الصراحه نفسه يجيب دي فريزر كبير قد كده علشان خاطر نخزن الطماطم والخضار بتاع طول السنه اللي بيبقى سعره حلو. فيا رب يرزقنا كده جميعا ونجيب كل حاجه نفسنا فيها باذن الله. قولوا امين في الكومنتات تحت. اهم حاجه بقى عايزاكم كده تكتبوا لي بقى تريكاتكم ايه في تخزين الطماطم، وبتعملوها زي كده ولا لا، وبتحبوها بالطريقه دي برضو ولا لا. اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وما تنسوش بقى تعملوا اللايك والشير الحلوين بتوعكم والكومنت الحلو، واهم حاجه تكتبوا لي بتتابعوني منين، ولو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين. بابا ما تدوس لايك. I love you so much. سلام.